سلام البنات ومرحبا بكم في فيديو اليوم. وصفة اليوم ان شاء الله حنقدم لكم شطيطها على طريقتنا، طريقة ناس الشرق. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتخليوا لي في الكومنتات. نتمنى تاني تشاركوني الطريقة تاعكم والمنطقة تاعكم، هكا باش نتبادلوا الافكار ونهزوا على بعضنا. حبيبتي، هذه وصفة قديمة ولكن يعني بدات تروح كما كنت سبق وقلت. حبيت نشاركها معكم باش تبقى دايما هذه الوصفة، يعني اللي يحوس عليها يلقاها، بزاف ناس يعرفوها. كنا نقدموها في اعراسنا وفي مناسباتنا. ان شاء الله تعجبكم. نصلي ونسلم على افضل خلق الله محمد عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. ونبداو الوصفه تاعنا. نحتاجو طرف اللحم وطرف دجاج، بصله، ثوم. نربيهم مليح ولا نميكسيهم مليح مع شويه ما باش يترحاو لي مليح. نضيفهم على الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. من الاحسن نرحيوهم مليح مليح باش من بعد ما نضطروش باش نصفيهم. تاني نحتاج حبه طماطم تكون كبيره تكون حمراء، نقشرها ونميكسيها نفس الشيء. نضيف مغرفه تاع السمن، والا تقدروا تحطوا الزبده. نضيف كميه تاني تاع الزيت وما نكثروش بزاف البنات. كما نعرفوا الدجاج واللحم راهم فيهم كميه تاع ليدام. رشه تاع الملح ما نساوهاش، ورشه تاع الملح تاني على حساب يعني الكميه تاعكم. حنا يعني الشطيحه تاعنا نحضروها بالطريقه هذه، لازم دجاج واللحم. يعني من الاحسن باش تجي بنينه، وانتم يعني واش كان عندكم تقدروا تحضروها. تاني الحميصه ما نستعملوش الحميصه. واكيد يعني الحميصه تاني تجيب مليحه. المهم يعني كل وحده تشارك الوصفه على طريقتها وعلى حساب المنطقه تاعها. نحط نقلي على الفرن على نار متوسطه حتى يتقلى لي مليح. ما نكثروش البنات الماء، مجرد هذه الكميه تاع الماء اللي حطيتها كي ميكسيت ما زدتش الماء. خليتها يعني على نار قليله طيب في الماء تاعها وفي البخار تاعها. يعني اللحم والدجاج يطلقوا العصاره، نفس الشيء بالنسبه للبصل والطماطم. وبالتالي حتجينا الماكله تاعنا بنينه. لهنا بعد ما تخلي اللحم تخلي طياب للحم والدجاج، نضيف مغرف تاع الطماطم المصبره. ما نكثروش تاني، دائما تبقى هذه الاضافات على حساب الكميات اللي نستعملوها. بعد ما كانت غلات الطماطم مليح باش نتخلصوا من الحموضه تاعها، نضيف لهنا الكربوط تاع الحار ولا القرن تاع الحار باش يعطيني نكهه ونسمه لاصوص تاعنا. ما نحتاجوش كميه كبيره كما كنت قلت. يعني هاد الكميه راح تكفينا. تجي يعني شويه هكا ميدومه باش تجي بنينه ما يخفاكمش. الاطباق هادو اللي يجي الصلصه تاعهم قليله يجيو بزاف بنان كيما راكم تشوفوا. باش نكملوا الوصفه تاعنا، يعني كاين اللي يحبس لهنا هذه شطيحه تاعهم. ولكن احنا عندنا الاضافه هذه دوك تشوفوا معايا. نجيب بيض على حساب يعني افراد العائله ولا على حساب الكميه اللي تحبوها. نضيف لها رشه ملح، رشه فلفل كحل. نقص شويه من المرق تاعنا، نهز شويه تاع ليدام وشويه من المرق نحطه في مقله نخليه يهز الغليه. ونضيف الكميه تاعي تاع لهنا تاع البيض، نخليها طيب ونجي نقدم الطبق تاعنا بهذه الطريقه. نحط طرف اللحم وطرف الدجاج ونزين بالبيض، رشه تاع المعدنوس اكيد ما ننساوهاش. اذا حضر القارص نديفو دي طرونش تاع القارص يعني يكون افضل وافضل. وهذا النوع من الاطباق يعني يفضل ويعني العاده انه يتماشوا بزاف مع هذا خبز الدار ولا خبز الكوشه. كنت شاركتكم الوصفه راح نخليها لكم في صندوق الوصف. نتمنى عجبكم الفيديو ونتمنى استفدتوا معايا. ان شاء الله نحاولوا نحافظوا على هذه الاطباق التقليديه، ما نخليهمش يروحوا، يعني باش يتعرفوا عليهم الجيل هذا. يعني بزاف تبدلت يعني الوصفات والاطباق. نتمنى تشجعوني بجام، واللي عجبها الفيديو اكيد نتمنى تشترك. والى اللقاء في فيديو مقبله ان شاء الله.